الشكر والامتنان. يا ترى احنا بنشكر الناس اللي ليها فضل علينا؟ يا ترى بنذكرهم دايما بالخير وعارفين ان هم كان ليهم تأثير قوي في حياتنا، وانهم هم السبب في تشكيلنا، وانهم هم ليهم السبب الكبير قوي في دفعتنا لقدام؟ يا ترى الناس دي دايما بنشكرها وفاكرينها؟ يا ريت كل واحد فينا يكتب لكل واحد عايز يقولك شكرا، كتر خيرك. انا يعني باشكر ربنا على وجودك في حياتي، أو كنت موجود في حياتي في فترة من الفترات، وإنك أنت شكلت حياتي، وإنك عملت حاجات حلوة قوي، وإنك كنت ليك الدفعة بتدفعني لقدام دايما، وتديني إن أنا أكون أحسن من امبارح. يا ترى الناس دي موجودة في حياتنا؟ ويا ترى بنشكرها؟ أهم حاجة إن احنا نشكرها، نشكرها وهي عايشة، ونشكرها وهي مش موجودة، نبعت لها سلامات ونبعت لها تحيات، نقول لها إنك انت كنت ليكي الفضل والتقسيم بعد ربنا في حياتنا، إنك كنت ليك تأثير إنك انت بتدفعني لقدام دايما، وتخليني أحسن من نفسي امبارح. شكرا يا بابا. أنا عن نفسي بشكر أبويا وأمي، شكرا ليكوا إن كنتوا ليكوا تأثير في حياتي. شكلتوني وعلمتوني وفرحتوني وخلتوني أكون عفاف اللي هي دلوقتي. بشكر جوزي وأولادي، بشكر أخواتي، بشكر آباء كنيسة اللي كان ليهم الفضل وأساتذتي. أنا بشكر كل واحد كان ليه علامة في حياتي. شكرا ليكم، شكرا لأن كنتوا موجودين في حياتي، شكرا إنكم كنتوا سبب سعادة، كنتوا سبب فرح. شكرا يا بابا، الله ينيح نفسك. بس أنا بشكرك لأني وجودك كان بيفرق معايا قوي، وبعد ما تنيحت تعبت مش هنكر، ولكن برضو انت اللي اديتني الدفعة ان انا اعمل الفيديوهات دي، لان كنت دايما تديني تقول ايه الجديد. هو ده الجديد. شكرا يا بابا. كبسولة ليا وليك.